السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعمل الجلاش الحلو بطريقتين، بطريقة المحشية جوز الهند والسوداني أو أي مكسرات المتوفرة عندك، وهنحشيها بالقرفة والسكر وجوز الهند. طبعا هنعملها بطريقة بسيطة جدا وجميلة جدا، وهنعملها مع بعض وهوريها لكم. طبعا أنا عملت الجلاش قبل كده الحلو، عملته مع حضراتكم قبل كده اللي هو محشي كنافة. لو حابين تشوفوا الطريقه هتلاقوها ان شاء الله في القناه بتاعه مطبخ اونلاين باذن الله. انا حبيت اوريكم شكلها جميل ازاي. هنبتدي بقى مع بعض نعمل المكونات بتاعتنا. طبعا الاول طبعا نبتدي بقى الاول نكون حاطين على البوتاجاز كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه، ونسيبها تغلي ونعصر عليها نص ليمون. عندنا السمنه مسيحينها، وهنبتدي ان احنا نجيب لفه الجلاش نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهندهنها بالسمنه ونروح رشين عليها جوز الهند والسوداني او اي مكسرات متوفره عندك. هبتدي ان انا ابرمها كلها كده، وبعد ما ابرمها كلها اروح رصاها زي ما هي في قلب الصينيه بتاعتنا. طبعا انا عندي الصينيه دي ما بتلزقش. هبتدي ان انا ادهن بقيه الجلاش بتاعي، ونروح برضو رشين عليها حبه سوداني وجوز هند ونبرمها. طبعا انا جيت في فاصل بتاع الاعلانات بتاعه المسلسل، قلت اقوم بسرعه ان انا اعمل الجلاش. طبعا انا خلصت الجلاش في الفاصل بتاع المسلسلات اللي احنا بنتفرج عليها في التلفزيون. طبعا الحمد لله يعني الواحد مقسم وقته كويس جدا ما بين عبادة ربنا وما بين الاكل والشرب والاولاد، وفي نفس الوقت الواحد برضو بيفك عن نفسه. زي ما انتم شايفين كده ان انا برمت الجلاش بالشكل ده كده، وهبتدي ان انا اخلص بقية الكمية الموجودة عندي علشان خاطر نعملها. انا عملت قبل كده اللي هو محشي جوز هند، وقبل كده برضو حشيته بسبوسة، حشيته قصدي كنافة، وبعد كده برضو حشيته بسبوسة. وبرضو في طريقة تانية ان شاء الله هنعملها مع بعض مختلفة عن الطريقة دي بإذن الله، تجمع ما بين الكنافة وما بين الجلاش. زي ما انتم شايفين كده خلاص هبتدي ان انا ارصهم كده. مفيش طبعا اسهل من كده ولا اسهل ولا احسن من كده. زي ما انتم شايفين كده هدهن السمنه كويس الطبقات. لو في طبقه من الجلاش مقطوعه، جيب اللي هي مقطوعه في اللفه بطريقه اللفه الاولانيه اللي هتلفيها، علشان ما تبقاش في الاخر متعبه لما تيجي تقطعيها. زي ما انتم شايفين كده هخلص الكميه كلها، وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل اللفة اللي هي بجوز الهند. هنعملها بطريقة مختلفة اللي هي زي السمبوكسة او مكعبات. زي ما انتم شايفين كده خلاص دهنت السمنة وحطيت اخر طبقة من الجلاش، اخر واحدة اللي احنا هنحطها في الصينية دي. طبعا هنسيبها ونروح رشين عليها من فوق كوباية، نرش عليها سمنة. بالنسبة للعسل، اول ما يبتدي العسل يغلي هنعصر عليه نص الليمونة ونسيبه يغلي كويس، ويبتدي القوام بتاع العسل بتاع الجلاش لازم يكون تقيل، ما يبقاش خفيف، علشان ما يبوش منك الجلاش، ويبقى الجلاش زي يعني سايب زي المهلبية. طبعا خلاص كده هبتدي بقى ان انا هنا اقسم الطبقة دي، هقسمها بالطول اللي هي بالطول كده اهو، علشان خاطر دي اللي هعملها سمبوكسات، او هبتدي ان انا اغير في الشكل شوية. انا حبيت افصل ما بين اللي معمول بالقرفة، لان انا في اولادي في بيحب بالقرفة وفي ما بيحبش، فانا جوزي ملوش في القرفة قوي، فانا عملت اللي هو السادة الاول اللي هو من غير القرفة، وبعد كده هعمل حاجة بسيطة جدا لبنتي اللي بتحب القرفة. زي ما انتم شايفين كده عملتها بالشكل ده كده زي السمبوكسه بالظبط، اللي هي زي السمبوسك. وهبتدي ان انا احط عليها الزقها بالسمنه، وخلاص على كده احنا هنبتدي نخلص بقيه الموجودين معانا. وطبعا مش عايزه اقول لكم انا بحب القرفه جدا، بتدي طعم حلو قوي في الحلويات. فجربوها هتعجبكم ان شاء الله. هنا طبعا تدهنوا الجلاش كويس بعد ما بتخلصوه، وتروحوا حاطينه في الفرن. اهم شيء ان يكون العسل بارد، لان ما ينفعش ان انت تعملي العسل سخن مع الحلويات اللي انت بتعمليها. بالنسبه للجلاش، لان الجلاش حساس جدا عن الكنافه. يعني الكنافه عادي ممكن سخن مع سخن ما تفرقش معاكي، هو البسبوسه. لكن بالنسبه للجلاش، الجلاش حساس جدا جدا، فمش هينفع ان انت تحطي سخن مع سخن. زي ما انتم شايفين كده خلاص هبتدي ان انا اعمل اخر واحده من السمبوكسه. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل اخر واحده اللي هي الطبقه الاخيره دي، هنعملها مكعب.
زي ما انتم شايفين كده خلاص. دي هعملها بالطول، اللي هي هعملها زي صباع كده، واخر واحدة هعملها مربع. زي ما انتم شايفين كده خلاص. فضت اخر كمية السكر وجوز الهند والقرفة، وهبتدي ان انا الفها زي مكعب كده حبة بحبة. هنا حبيت ان انا اسويها علشان ما تتعبنيش لما اجي افردها مع بعضها كده واظبطها. زي ما انتم شايفين كده خلاص. خلصنا كده خلاص كده خلصنا الجلاش بتاعنا. هنبتدي ان احنا نرصه في الصينيه، اخر صينيه اللي هي مربعه. طبعا انا فاصله ده عن ده عشان يبقى ده معروف بايه وده معروف بايه. هنبتدي بقى ان احنا ندهن الجلاش بتاعنا اللي هو الصوابع ده. ولو لقيت ان انا لما اجي اقطعه محتاج ان هو توسعي له مكان، مفيش مشكله. هنقل الباقيين دولت هحطهم في الجنب التاني في الصينيه، لان كده كده شكلهم معروف. هحاول ان انا اسويهم كده مع بعض، وابتدي ان انا اقطعهم كويس عشان لما اجي ان انا ارشهم يشربوا العسل على طول. زي ما انتم شايفين كده. هخلصهم واقطعهم كويس عشان يبقوا سهل اوي لما نيجي ان احنا نشيلهم. هبتدي ان انا اوسع الجنب ده عشان حاسه ان هي هنا هتبقى ضيقه شويه، واوسع شويه المسافه ما بين المسافه والمسافه عشان خاطر كل حاجه تاخد براحه في السوا. زي ما انتم شايفين كده خلاص. ادي كده احنا كده خلصنا. هنسخن طبعا الفرن يكون درجة حرارته سخنة تكون مظبوطة علشان خاطر الحاجة ما تتحرقش مننا، وفي نفس الوقت تتابعي قوي لان زي ما قلت لكم ان الجلاش حساس. وادي الجلاش بتاعنا زي ما انتم شايفين. طبعا ما فيش بعد كده جمال ولا حلاوة، والطعم طبعا حكاية جدا. مش هياخد منك قد ربع ساعة طبعا، يعني حاجة بسيطة جدا. مش هياخد منك وقت، وطعمه جميل وهيعجبك وهيعجب الاولاد. جربوا الطريقه ان شاء الله تعجبكم باذن الله، ولا تشتري من بره ولا تتعبي نفسك. هتعملي احلى حاجه نظيفه موجوده، اعمليها لاولادك هيفرحوا بيها، وفي نفس الوقت انت هتبقي حاسه انك بتاكلي حاجه نظيفه عمايل ايديكي. والحاجه لما انت بتعمليها بيبقى فيها محبه جميله جدا منك لاولادك ولجوزك. مش عايزه اقول لكم ان بصراحه الجلاش بسيط وسهل، مفيش اسهل من كده. في ناس بتقولي بيبوظ مني، بس ان شاء الله مش هيبوظ منك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.